هلا والله. معاكم داي الأطفال أو أحباب الله مولعينها بآخر فترة على السوشيال ميديا. أنا حرفيا مش فاهم يعني هل هاي الدرجة الاختلاف بين جيلنا جيل الطيبين اللي كان على سبيس تون وهزيم الرعد ودراغون بول والأنميات والكرتون العظيم، وجيل التيك توك ونتفليكس والدلع والغنج، هذا ماني عارف الاختلاف الكبير اللي عم بشوفه على السوشيال ميديا. والمشكلة مو بس بالأطفال، المشكلة الكبرى بالأهل اللي ما عندهم رقابة ولا حتى تربية لهاي الأطفال. وين حقوق الأطفال على الأهل؟ مالي فاهم والله. أوكي، يمكن بدأت شوي المقطع بردة فعل قاسية شوي، بس حرفيا لأنه الشيء اللي شفته ما راح تصدقوه، هلا راح نشوفه مع بعض إن شاء الله. فيب اليوم بنحكي عن موضوع الأطفال اللي زودوها على السوشيال ميديا. ولا تخافوا، أنا ما بدي أجرح ولا حتى أتنمر ولا أحكي على أي طفل بأي شكل سيء، بالعكس أنا هدفي من هذا المقطع إنه الأهل تتعلم وتشوف إيش ممكن السوشيال ميديا تسوي بالأطفال بس. وعلى العموم قبل ما نبدأ، أكيد هاي أجمل التعليقات من آخر مقطع. الفقرة هاي مستحيل أسحب عليها ومستحيل إني أنسى. والآن حط لايك واشترك في القناة، خلونا نوصل 100,000 مشترك بأسرع وقت ممكن. والآن خلونا نبدأ. قبل ما نشوف اطفال السوشيال ميديا لازم نحكي قديش غلط انك تسمح لابنك انه يعمل حساب على السوشيال ميديا، سواء كان رح ينزل عليه محتوى او ما رح ينزل عليه محتوى. اول شيء لو كان ابنك عنده حساب تمام على الانترنت، سواء كان على التيك توك ولا على الانستغرام ولا على اي منصة تانية، اوكي؟ والتيك توك اللي هو اكثر شيوعا استخداما اتوقع، فلك ان تتخيل كمية الاشياء اللي ممكن تكون مو مناسبة لعمر هذا الطفل اللي رح تطلع له على السوشيال ميديا لما انت تخليه يعمل حساب وبس يتابعها، بس يتابع. او مثلا انه يطلع لهذا الطفل شخص عم بيحكي على اشياء ضد تفكيرنا ضد ديننا. ولو انت ما كان عندك رقابه على ابنك، عادي جدا انه الطفل يتاثر بالشيء اللي عم بيشوفه واللي عم بيسمعه، عادي انه تاثر على شخصيته بس يكبر. وخصوصا انه الاطفال هم يمكن اكثر فئه بتتاثر بالشيء اللي بتشوفه وبتسمعه، فعليا يمكن اكثر فئه بتتاثر بالشيء اللي بتشوفه وبتسمعه. وبحكي لكم هذا الشيء من شخص عنده خبره يا جماعه الخير. انا لما كنت صغير من كثر ما تاثرت بانمي دراغون بول كنت قاعد عم بدور على طرق حتى اتحول لسوبر سيان. الموضوع مو مزح ابدا. طب وين المشكله اذا كان ابني عنده حساب على السوشيال ميديا وعم ينزل فيه محتوى تحت اشرافي ومحتوى يكون لائق؟ المشكله هون ما راح تكون بالمحتوى مهما كان المحتوى كويس، المشكله هون راح تكون بالناس اللي راح تشوف هذا المحتوى. ولكم ان تتخيلوا كميه التنمر وكميه التعليقات السيئه اللي ممكن تيجي لطفل هو اساسا ما له مستعد يشوف هاي التعليقات. ما في داعي احكي لكم كميه الناس اللي بتكون موجوده هي هدفها بس انها تحطم من الناس الثانيين. حتى لو شاف افضل واحسن مقطع شافه بحياته راح ينزل وينتقد او انه يسب او انه حتى يتنمر. خصوصا انه شخصيه الناس ورا الشاشات غير بالحقيقه، غير لما تقابل هذا الشخص نفسه اللي عم بيكتب التعليق وجه لوجه. والناس بالنهايه مو ملائكه، عادي يعني عادي تنزل مقطع ويجي شخص يسبك او حتى يتنمر عليك بدون اي سبب حرفيا. طيب بعد ما حكيت عن هذا الموضوع خليني اورجيكم بعض الاطفال اللي اهلهم بيفتخروا فيا وبقول لك يا حبيبي ما هو لساته صغير خليه يسوي، وين المشكله يعني؟ وهنا تكمن المصيبه. خلوكم بالله مع هذا المقطع. يا بنات افركوا افركوا، شوفوا من هذه اللمعة من دي قوموا تحطوها تحت، شايفين كيف؟ عشان بعدين نحط فوق، يصير وندمجه. ترى انا فنانة. طبعا المشكله انه هاي البنت، المشكله مو بالميك اب ابدا، لا المشكله انه هاي البنت في منها كتير، وبتلاقي اهل البنت يقول لك عادي يعني وهي لساتها صغيره يعني وين المشكله؟ والمشكله هون، المشكله بكلمه عادي، المشكله انه لو تعودت على هاي الاشياء من هي وصغيره. لكم ان تتخيلوا معي بس تكبر، يعني لو هاي الافكار وهاي الاشياء اللي عم تسويها هي متعوده عليها من هي وصغيره، كيف راح تقنعها بس تكبر انه خلاص انت كبرت وما بصير تسوي هاي الاشياء؟ ايه الله يرحم بس ايام لما كنا نتابع دورة وندور على البحر، ولا ايام دراغون بول لما كان اكبر همومي اني اتحول لسوبر سيان ولا اركب ذيل وهمي او مزيف عشان اطلع بالضبط نفس جوكو. يمكن انك تشوف مقطع الميك اب عادي، يعني انه وين المشكله؟ البنت عم تحط ميك اب عادي المقطع، يعني قلت لي عادي ما؟ طب شوف هذا المقطع معي بالله. انا ماني عارف وين اهل البنت، وين حقوق الاهل على هاي البنت. صدقوني بعد كل شيء شفتوه هذا لسه ولا شيء. في اشياء مريضه عم تنتشر على السوشيال ميديا مستحيل عقلك انه يتخيلها حتى. وبالله بدي كل شخص ممكن ينزل على التعليقات ويكتب لي ايش تتوقع من الطفل لما من هو صغير يتعود على هاي الاشياء، يتعود على المكياج ولا يتعود على انه يهزها ولا يعمل اشياء تانية مريضه ما في داعي احكي لكم اياها هون على القناه. ايش تتوقع لما يكبر هذا الطفل
راح يعمل لو كان متعود على هاي الاشياء من هو صغير؟ ايش راح يطلع يعني مثلا امام مسجد ولا راح يطلع مثلا مختم القرآن؟ وطبعا يعني بس حطوا ببالكم انه هذا كله تحت كلمة عادي. طيب ما هو صغير، هذا كله يندرج تحت هاي الكلمة. انا لو شفت ابني او بنتي بلش يعملوا هاي الحركات، لو كان ولد اول شيء بعمله باخذه على اقرب نادي كرة قدم، بخليه يحترف اللعبة ويصير محترف، لاعب محترف، بخليه يرجع لي كل شيء دفعت له اياه. سلامات يا حبيبي، خلفتك على الفاضي انا. او الخيار الثاني واللي هو اني باخذه على اليمن وبخليه يعرف ان الله حق. والله يا اهل اليمن اني بحبكم، اكبر تحية مني لكم. اوكي طبعا لسه في كتير اشياء ما طلعت لكم، في كتير مقاطع ما بعرف كيف طلعت لي اساسا على السوشيال ميديا، ما راح اطلع لكم اياها. وطبعا انا ما بعرف وين اهل هاي الاطفال، بس اول شيء بخطر على بالي انه اهلهم ممكن يكونوا مثل هذا الرجال اللي راح اعرض لكم مقطعه هلا بعد شوي. بالله شوفوا واعطوني رايكم، بس شوفوا واعطوني رايكم بكمية الكرنج اللي راح تشوفوها. طبعا انت شفتوا بتلاقوا هذا الاب هو اللي بده ترباي مو الاولاد. يعني بالله ايش متوقعين هذا الشخص لو كان عنده اولاد يسوي على الانترنت؟ لو ابوهم كان عم بيطلع ويهزها. بعدين يا اخي انت اقل ما فيها بس احترم عمرك يا اخي، ما بدك تحترم عمرك، احترم الكرش اللي ناتعه، احترم الكرش اللي عندك اياه، طالع وعم تهزه هيك وعادي يعني يا حبيبي، بس احترم عمرك بس، ما بدي لا اكثر ولا اقل. على العموم هذا كان مقطعنا اليوم. موضوع انا كان مستفزني بصراحه، مستفزني كثير حتى، وحبيت اني اطلع وانبه واحكي عن الموضوع بشكل عام. ممكن في ناس اهالي بتتابع مقاطعي الله اعلم ممكن تستفيد من هذا المقطع. بس والله يا جماعه الخير بتمنى يعني اكيد بعد ما تابعت فيديو الاسطوره المسطره داي تنزل على التعليقات تكتب لي رايك بالمقطع، وبقرا انا جميع التعليقات لا تخاف، واكيد تشترك بالقناه وتحط لايك. وطبعا بدي منكم طلب، بدي منكم تنزلوا على التعليقات تكتبوا لي ايش رايكم بفقره اللي الممنتج يسميها نرجسيه وانا اسميها ثقه بالنفس. يا جماعه الخير فاهمين كيف؟ هل حابين انه هاي الفقره تطلع عندي بالقناه ولا لا؟ الفقره اللي بكون عم بنصف فيها حالي وعم بحكي انه انا الاسطوره المسطره وافضل صانع محتوى في اليوتيوب. يعني بالله هذا مو حق، بالله هذا مو فقط انصاف، يعني فقط ثقه بالنفس. يا جماعه الخير فاكتبوا لي لو حابين انه هاي الفقره تستمر او لا. بس والله كان معكم داي، بتمنى لا تنسى اللايك وتشترك في القناه، حرام ما نوصل 100,000 مشترك. وبس والله لا تنسى تتابعني على الانستغرام كمان، بتلاقي حسابي تحت بوصف الفيديو. كان معكم داي وبيس. يسقي وفينا نفس هزيم الرحيم بدمي